السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الف خير. مبروك عليكم هذا الشهر، الله يجعله لكم ان شاء الله صيام مقبول. اليوم غادي نشارك معكم رز القاضي بال يعني بالطريقه التقليديه بليد صايبتها الوالده ديالي الله يعطيها صحيحتها. صراحه طلعت غزاله غزاله وقلت ضروري نشاركها معكم. ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم الفيديو ديال اليوم. ما نطولش عليكم، ندوزو للتحضير. اول حاجه فهنا خدات القصريه، حطيت فيها نصف كيلو ديال الدقيق الابيض، ملعقه ديال السكر، ملعقه كبيره ديال السكر، وملعقه كبيره مملوءاش ديال الملح. نصف كيلو كي قلت لكم ديال الدقيق الابيض او الفورس، من الاحسن انه يكون من النوع الممتاز. صافي الان غادي تبدا تعجن فيها. تجمعها غير بالماء البارد، ما يكون الماء ما يكونش دافي، بالعكس يكون الماء البارد. فهي فضلت انها تعجنها بيديها لان العجين كيكون قاصح، كيكون صلب، ما كيكونش العجين مرخوف نهائيا، ماشي بحال العجين ديال المسمن اولا الملوي. بالعكس هي العجين ديالها تيكون قاصح. داكشي علاش ما درناهاش في العجانه، قالت لي نعجنها بيديا، العجينه تتكون قاصحه، من الاحسن تسدلك بالايد. راه الوالده ديالي حضراتها، انا غير بقيت كنصور ومقابله في الطريقه ديالها، تتعجبني صراحه. كتصايبها بيديها وكتصايبها كذلك بالماكينه، فانا ما عنديش الماكينه. قالت لي نصايبها غير بيديا نوجدها لكم. قلت لها مني صايبت انا في المره الاولى وعجبتني، قلت لها ضروري غادي نصور شي فيديو وننزله في القناه. فانتما كتشوفوا عطات هاد ليك، بقات تدلك فيها مزيان مزيان. ضروري ما تدلكوها. وكيف قلت لكم العجين قاصح، ما يكونش العجين رطب، بالعكس. صافي من بعد غادي ديرها، غدهنها بالزيت وغادي ديرها في البلاستيك وتحتفظ فيها غير واحد 10 دقائق بحال هكاك، وترجع عاوتاني ليها باش تكمل الطريق. الان عطيتها شويه ديال الزيت، غادي تدهنها كي قلت لكم وديرها في البلاستيك. ما غتخليهاش بزاف، غير 10 دقائق بحال هكاك، وغادي ترجع باش تكمل الطريقه ديالها كيفاش كتحضرها. من بعد ما مرات 10 دقائق فذوبنا الزبده مع الزيت، وغادي تبدا الان غادي تفرق في العجين بشكل متساوي على حسب الكميه اللي غادي تعطينا. فهنايا عطاتنا 7 الرزات، الكميه اللي عجننا فيها 7، نص كيلو خرج لينا 7. فهي فرقاتها بشكل متساوي باش تجي يعني قد تجي بحجم واحد. صافي كتشكلها بهذا الشكل كتشوفوا، فهي ما كتلولبهاش، بالعكس كتشكلها شي شويه بحال طويله واحد شويه، لان غادي تبدا تحنش فيها بيديها، غتبدا تحلبها بيديها بحال الشكل ديال الملوي بالطريقه التقليديه. بحال هكا كتبدا تا سميتها تا الرزه. ها نتوما كتشوفوا الشكل كيفاش داير، فهو ماشي شكل كروي، لا. ها نتوما راه حطيتو في القصريه باش تشوفوها. هي صراحة طريقة زوينة، اللي ما عندهاش الماكينة تقدر ديرها، ماشي بالضرورة ان ضروري ان خاص تكون عندك الماكينة في الدار ولا. فانا ما عنديش الماكينة، صايبتها ليا ماما غير بيديها. هانتوما دابا حطيتهم في بلاطو من بعد ما دهناتهم بشوية الزبدة، وغادي تغطيهم بالبلاستيك باش ما ينشفش داك العجين. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالهم. صافي الان ما غاديش تخليهم، بالعكس غير كملات بدات عاوتاني بهذه الطريقه كي كتشوفوا، كتطولهم شي شويه وكترجعهم للبلاطو فين حاطاهم وكتغطيهم ضروري. صافي غتكملهم كاملين بنفس الشكل. فانا غادي نشرح لكم بالتدقيق الفيديو بالكامل ان شاء الله. هانتوما غتشوفوا هذا هو الشكل كيفاش كملاتهم، درتهم بهذا الشكل كي كتلاحظوا. صافي غتخليهم دابا وغادي تبدا. فهي ما كتخليهاش نهائيا انها تستراح من بعد ولا لا،
غير كتكمّل كتبدا عاوتاني. دابا غتاخد 3 ديال العجين، 3، وغتبدا تشكّل فيهم باش توريني الطريقة وعاد نخليها تكمّل. فأنا قلت لها ضروري غتصوري ليا بالتفصيل باش المتابعين يستافدوا إن شاء الله. اللي عجباتو بغا يصايبها بيديه، كي قلت لكم ما عندهاش الماكينة وبغات تصايبها بيديها، هذه هي الطريقة، طريقة ساهلة كتبغي غير الخاطر. خاصك غير تشدي معاها الخاطر وتولي تخرج لك على مزياناتها. فهانتوما كي تشوفوا شكلاتها على شكل حنيشات، شكل طويل، تبقى بحال هكا تحلف فيها. كي قلت لكم خديت هاد 3 هما اللي غادي تخدمهم قدامي، عاد تكمل الباقي. ضروري كتدهن بالزبدة والزيت باش ما تلصقش ليها العجين. هانتوما دابا بالشدات الاولى اللي بدات كديرهم بهذا الشكل، راه يديها راه تيبرمو بحال كتبرم بيديها باش تجي تبقى ديما العجينة ما تقطعش ليها وكتسخى في يديها العجينة. ما حدا هي كتخدم والعجينة كتسخى في يديها. شوف هانتوما الشكل كيفاش كدير. ها هي ماما تبارك الله عليها كتخدم بالزربة، كنقول لها وريني غير بشوية. صافي غتبقى تكمل بنفس الطريقة حتى تكملها. فهي كتحلبها المرة الاولى وتخليها وتدوز الاخرين والثانية الثالثة الرابعة عاد غادي تجمعها. فهنايا غادي تبقى تشكل فيها، ما حدا هي كتخدمها بيديها وما حدا داك العجينة كترقاق. وضروري الراس ديال العجينة ما توضروهش، خليوه في الجنب ديال القصرية ولا ديال الصحن اللي خدامين فيه، ولا مهم الراس ديال العجين ما يتوضرش لكم، الا توضر لكم مشى لكم كلشي. هانتوما كتشوفوا هنا رجعت عاوتاني كتتحلف فيها. فهي كتجي وضروري من الزبدة والزيت كي قلت لكم باش العجين ما يلصقش. هي واخا كدير هاد الزبدة والزيت بحال هكا راه ما جاتش مزيته، بالعكس جات ناشفة وجات زوينة بزاف. زعما الله يعطيها الصحة، تقدر تخدم لك كاع حتى 30 حبة ما عندهاش مشكل. تبارك الله. هانتوما تتشوفوا دابا ها هي حلباتها دابا المرة الثالثة هذه. شو كيفاش ولات بالرق بنفس الطريقة بشوية. الا كنتي زعما اول مرة غديرها بشوية عليك باش ما تقطعش لك العجين، وكتحطها تتفرقها على بعضياتها شي شويه، كتحطها كي كتشوفوا باتساع، ماشي كتحطها عاوتاني كامله فوق بعضياتها. صافي هذه هي المره الثالثه دابا فاش حلباتها بهذا الشكل ولات. المره الرابعه غادي تجمعها. كاين اللي كيدير كي قلت لكم الماكينه، اللي متوفره عنده الماكينه راه كيرققها في الماكينه، واللي ما عندهاش الماكينه بحالي وبغاتها ديرها بيديها. هذه هي الطريقه ديالها. صافي هانتوما كتشوفوا الشكل، شوفوا الحجم ديال العجين كيفاش ولا. فهي ولات رقيقه. هانتوما انا كنقرب لكم بالكاميرا باش نوضح لكم الشكل ديالها. الان كتبدا تجمعها على 4 الصبعان كي كتشوفوا بهذا الشكل كتبقى تجمع فيها. ورقيقه تبارك الله، راه جات رقيقه. الله يعطيها الصحه. قالت لي ماما حتى الدقيق اللي عندك زوين، حتى هو الدقيق حتى هو عاونها، قالت لي الدقيق واعر. شوفوا تبارك الله الشكل ديالها كيفاش رقيق. صافي غتبقى دابا تجمعها على صبعانها بربعة، وكدير شي شويه ديال الزبده والزيت، ما كتكثرش، كدير غير القياس ديالها، هي عارفه العبار ما كتكثرش الصراحه. هانتوما كتشوفوا تتجمع فيها تجمع. داكشي كنقول لكم الراس الا توضر مشاولك. هي ضروري داك الراس ديال العجين تبقاو عاقلين عليه فين حطيتوه، تتميزوه على على العجين كيفاش حطيتوه، هو كتحطوه باين.
صافي دابا ها نتوما كتشوفوا كتجمع فيها. صراحة هادي هي اللي كانت زمان، ما كانت ديك الساعة لا ماكينة لا والو. هادي هي باش كانوا كيخدموا الناس الأمهات ديالنا، الله يعطيهم الصحة. شوفوا تبارك الله ما شاء الله كيفاش جات، زعما أنا حمقاتني صراحةً عجباتني. كدير شوية ديال الزبدة والزيت بهاد الطريقة وكترجع تجمع، راه ما دارتش الزبدة والزيت حتى لدابا وهي كتجمع، راه ما دارت حتى قربة تسالي. صراحة هادشي التقليدي والأصيل ما لا علاقة ليه بهادشي الجديد. هي حتى ماما قالت لي، قالت لي ديال اليد ما كتجيش بحال ديال الماكينة، ديال اليد بوحدها وديال الماكينة بوحدها. هي الماكينة سهلات الخدمة، ولكن الحاجات التقليدية والأصل ديما تيبقى بوحدو. صافي دابا جمعاتها، شوفوا تبارك الله كي رقيقة. صافي ها هي جمعاتها دابا، كتحيدها من صبعانها بهذا الشكل وكتجمعها كي كتشوفوا وكتضغط عليها واحد شويه. ها نتوما كتشوفوا تبارك الله كيفاش جات. دابا غادي تكمل بنفس الطريقه الكميه كامله حتى تسالي. عاد نصورهم لكم ان شاء الله فاش تكملهم، ما بغيتش نطول عليكم الفيديو، فقلت لها ماما دابا كاملي على خاطرك تتسالي. ها نتوما تبارك الله من بعد ما كملاتهم كي قلت لكم خرجت ليا 7 ديال الرزات. دابا عاد غادي تخليهم واحد نص ساعة ولا ساعة، عاد ترجع باش طيب، باش تبدا الطياب ديالهم باش يسخاو باش يجيو ساهلين في التكراس ديالهم. من بعد ما مرات ديك تقريبا ساعة الا ربع عاد رجعات باش طيبهم تقرب المغرب، عاد رجعت باش طيبهم. هانتوما تتكون ساهلة في التكراس. والمقلة راه دايرها فوق العافية، عافية تكون متوسطة. صافي غادي ترميها دابا وتبدا طيب فيها. صراحة تبارك الله جات غزالة، الله يعطيها الصحة، جات زوينة. كدير شوية الزبدة والزيت بحال كيما كنطيبو مسمان والملوي، بحال داك الشكل. نفس الطريقة ديال الطياب، راه كاع المعجنات تيطيبو بنفس الطريقة. هي كي قلت لكم العجين يكون قاصح، الا العجين الا درتيها مرخوفة راه ما تصدقش لك. شوفوا تبارك الله كي جات محمرة، جات غزالة صراحة. وشوفوا ما شاء الله كي كتجي مفكوكة ومحلولة وما مزيتة ما والو، بالعكس كتجي زوينة. شوفوا ما شاء الله، الله يعطيها الصحة، صراحة جات غزالة. انا منين كليتها من المره الاولى قلت لها ضروري هذه خاصني نصورها للمتابعين ونشاركها معاهم، شي حاجه اللي تستاهل المشاركه صراحه. صافي دابا ها نتوما ما شاء الله، الله يعطيها الصحة تبارك الله جات غزالة. غادي تكمل بنفس الطريقة. دابا غادي هي مني طيبها كتشد واحد المنديل كديرو وسط البلاستيك وكتجمع تتحطها بحال هكا. نتوما تبارك الله كي جات راها سخونة، راه باقا سخونة، كتفرق فيها ماما باقا سخونة. صافي غادي تجمع عليها المنديل وتجمع كذلك الكيس باش يرجع فيها الصهد ديالها. ضروري قالك هذه الطريقة هي اللي كدير ماما، كتجمعها في الكيس باش يرجع لها الصهد ديالها وتبقى سخونة وفي نفس الوقت طرطاب. صافي غادي تكمل بنفس الطريقة الطهي. وهذا هو الشكل ديالها متابعيني الكرام. من بعد ما كملت ماما الطياب ديالها كامل، انا حيدتها من البلاستيك وحطيتها في صحن التقديم. شوفوا ما شاء الله الشكل ديالها كيفاش جا، يعني كيجي غزال غزال. يعني صراحة الله يعطيها الصحة، رزت القضية على حقها وطريقها، جات غزالة فنة. ان شاء الله الى تجربوها علاش لا، الطريقة واضحة في الفيديو من الاول حتى الاخر وغتنجح معاكم. يعني تبارك الله كاملة جات محلولة، كاملة جات يعني رقيقة وغزالة صراحة. ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم الفيديو، وما تنساونيش من اللايك والاشتراك والتعليق الى عجبكم الفيديو. كنقدموها مع شوية العسل،
كتجي غزالة مع العسل، ديروه فوق منها وتبداو تاكلوها بصحتكم وراحتكم. كنتمنى إن شاء الله كي قلت لكم ينال الإعجاب ديالكم فيديو ديال اليوم، وشاركوه مع أصدقائكم والعائلة ديالكم. شكرا لكم على المتابعة، شكرا لكم على الدعم ديالكم للقناة. خليتكم في أمان الله، إلى لقاء جديد، فيديو جديد إن شاء الله، ورمضان مبارك عليكم جميعا. الله يتقبل منكم الصيام والقيام. شكرا لكم على المتابعة. السلام عليكم.